العودة بعد الغياب. عارف ان انا مقصر معاكم كتير، بس للأسف معلش. غيرنا مكان الإقامة وبقى وجودنا في البلد مجرد زيارات للأسف. فإن شاء الله هحاول ان انا انقل الزرع بتاعي. طبعا في تغيرات حصلت كتير. شايفين الأرض ديت اللي كانت مزروعة بصل في آخر فيديوهاتنا، دلوقتي بقى لسه زارعينها برسيم اهوت. طبعا كل شويه بيحصل تغييرات، انتوا طبعا حاسين ان في تغيير. دي الارض لسه ما اتزرعش فيها اي حاجه نهائي، وارضنا اللي بره نفس الكلام، كنا زارعين ذره طبعا كله نشف. لسه بقى هنشوف هنزرعها ايه. طبعا هنا زارعين برسيم. تعالوا بقى اوريكم الزيتون. الزيتون بقى لسه ما حصدناهوش، هو ده اخر حاجه لسه ما اتحصدتش. تعالوا بينا نشوفها. متنسوش تعملوا لايك وتعملوا متابعه، ويلا بينا. دي الجوافة كانت جميلة مسكرة بصراحة، بس يعني ملحقتش اللي انا اصورها لكم لان هي اتسرق منها كتير. ده بقى النخل اهوت. فاكرين شجرة الافوكادو اهيت اهي. طبعا هنا فاكرين برضو كان هنا النعناع مرعرع كده، بس هو لسه عشان احنا في الشتاء، لسه ما دخلناش في الشتاء، فلسه هيجمد اكتر من كده. بصوا بقى ما شاء الله، بصوا بقى ما شاء الله الزيتون. بصوا الزيتون اهوت. شايفين العود بيبقى مليان ازاي ما شاء الله اهو. طبعا لسه ما جمعناهوش. احنا دلوقتي في موسم حصاد الزيتون اهو، بس لسه بقى ما حصدناش، سايبينه يكبر شوية عن كده اهو. شايفين ما شاء الله. عندنا طبعا الشجرة ديت ده نوع زيتون، مش عارف بيسموه ايه بصراحة الزيتون ده، اللي يعرف اسمه ويسيبه لي في التعليقات. وهنا كان في زيتون، بس تقريبا اللي هنا ده اتحصد، واللي هنا دوت بيبقى حجمه اكبر شوية زي ما انتم ملاحظين برضو اه. يعني شايفين لو جبنا ده جنب ده، بصوا ده حجمه قد ايه وده حجمه قد ايه، ففي فرق كبير جدا في الحجم ده والحجم ده. غير بقى ده في تفاحي تقريبا، بس تقريبا ده اتحصد بقى خلاص. اللي هنا ده حصدناه خلاص كده تقريبا، ده يعني ما فاضلش فيه الا الحاجات العالية دي بس، دي اللي عليها الدور اهو. ده ما شاء الله ده حجمه كبير عن التاني. شايفين ما شاء الله اهو، ده حجمه كبير، ده بقى حجمه صغير. اكيد كده انتوا شفتوا الفرق اهو. طبعا ده بيكون بسعر وده بيكون بسعر. دي شجرة الجوافة التانية. طبعا بقى كله الجوافة يعتبر خلاص كده شطبت معانا. تعالوا نطلع كده ونشوف المستجدات اللي فوق هنا واحدة واحدة بسم الله اهو. فاكرين بقى هنا كان في طماطم وكان في خضرة وكان في ليلة كبيرة، كل ده روح طبعا بقى عشان احنا دلوقتي بنتنقل دلوقتي من الصيف للشتاء، فالدنيا بتتغير والأراضي بتتغير وبنستعد لزراعات جديدة زي ما انتوا شايفين اهو. في حاجات كتير جدا اتغيرت، بقالي كتير برضو غايب عنكم، معلش اعذروني وسامحوني على التقصير اللي انا عملته معاكم ده. ان شاء الله يعني انا هبذل ما في وسعي عشان خاطر ارجع اعمل محتوى تاني، لان انا حابب المحتوى ده وحابب محتوى الزراعة. القمر لسه ما كبرش، النهارده 11 تقريبا، والترعة طبعا اهو عارفين. ان شاء الله يعني هيبقى المحتوى جميل، تابعوني. هحاول انقل القصريات الزرع بتاعتي تاني، هرجع بيها في شقتي الجديدة، ونعمل بقى كده كده داخلين على الشتاء، نزرع بقى النعناع، نزرع الطماطم، نزرع بقى ايه الحاجات الجميلة، الفلفل، وهنروق الدنيا هنروق الدنيا هنروق الدنيا. عندي كرفس كمان هزرعه، وعندي ريحان، هزرع ريحان. انا زرعته في اول مرة وما نفعش، فان شاء الله نزرعه المرة دي وينجح معانا. فتابعوني بقى، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك في القناة. مش هطول عليكم اكتر من كده، اشوفكم على خير في فيديو جديد، وان شاء الله يبقى فيديو قوي جدا
وجميل جدا ينال اعجاب حضراتكم. والحمد لله ان في ناس كتير متابعانا وناس كتير يعني عاجبها المحتوى بتاعنا. انا اساسي من بلد ريف زراعه، عندنا الارض بتاعتنا بنزرعها، فعشان كده بحب الزراعه وبشجع اي حد ان هو يزرع في بيته، بحيث ان هو يبقى عنده اكل صحي وحاجات منتجات صحيه يقدر يستخدمها في الاكل بتاعه، زي الريحان والطماطم والفلفل والنعناع. الحاجات دي كلها سهل جدا ان انت تزرعها في البلكونه بتاعتك او على سطح البيت بتاعك، وحاجات جميله ومش مكلفه خالص. فتابعوني وان شاء الله اللي جاي اقوى واللي جاي احسن. سلام. خدت اول خطوه خلاص، فاضل الاخيره. جبت قصريات الزرع بتاعتي خلاص، ولسه هبقى الباقي بقى.